وفي كثر القتل خرسوه، ما عاد يحكي خرس، قد ما خرطوا له راسه بالحيط. كان جنبي بالمنفردة. شو معاملته جوا كانت معكم؟ مو كويسة. أنا من اللي انهزمت من السجن، عذبوني صار لي شهرين. انت عسكري ولا مدني؟ بس مشي. انت عسكري ولا مدني؟ عسكري 77. انت شلون دخلت؟ جابوني من شو اسمه من نص حلب، قالوا لي امن عام نحن. اخذونا 5 وجوا سنة. لعنكم بلباس امن عام؟ لباس امن عام، لباس شو اسود. صار لك مسجون؟ صار لي من راس سنة. من راس السنه ايه لهلا. لهلا. نحن ما انأسرنا، نحن خطفنا خطف. شلون بس احكي لنا، طيب احكي لنا بعد سؤال. عم بيقولوا لنا نحن جماعه، نحن هي اعطيني هويتك بتعطيه عم هوية. يحكوا معك عربي ولا كردي؟ لا عربي، عرب نظام، ولا بتحس انهم اكراد طاول. بياخذ الهويه بعدين بقول لك اعطيني الهاتف، بقول لك انا جماعه انا هيئه، بقول لك تقول له تفضل، بقول لك معي تشتغل، تقول له مع فلان فصيل او مع الهيئه، تمام؟ فبيقول لك انزل معي بس ثواني 5 دقائق، بيحكوا معك وبتطلع ما في شيء. بتنزل معه بعبوك بالبيك اب، بطعمشوك وبكلبشوك وبياخذوك. في ضرب جوا؟ في ضرب، مره طلبنا رغيف خبز زياده، تمام؟ اخذونا على المفردات، قتل، اكلنا قتل بالاشاطات وبالعصي وبالكبيل، كسروا العصي على ظهورنا، كسروا العصي على ظهورنا. حسنت تعرف وين كنت مسجون انت؟ تقريبا ايه، بالشيخ مسعود بالمربع الامني. اخر شيء اخذونا بعد ما صارت عمليه الهروب من السجن المركزي، اخذونا على المربع الامني. المربع الامني فيه قتل، فيه مسبات، فيه تعذيب. المربع الامني. طيب شو وضع الناس اللي جوا؟ وضع الناس اللي جوا مأساوي، يعني مأساوي بشكل عام، ان كان من ناحيه الطعام، إن كان من ناحيه اكل شرب، إن كان اي شيء مأساوي. في عدد كبير جوا من الناس؟ كان في اعداد كبيره، كانوا يحطونا احيانا بغرف نام تسييف. مكله من كله؟ شلون مسكوه؟ الاشرفيه. يعني انت خربطتوا فتله عندهم؟ طب فيك تحكي لنا شو كانت معاملتهم جوا؟ وشو التهمه اللي اعتقلوك مشانها؟ اذا المدني بحطوا له تهمه، المدني بحطوا له تهمه، المعامله مثل سيدنا اياه بالاخضر الابراهيمي وبكل شيء. انا مدني بس لابس بدله عسكريه، كنت رايح اسجل للجهاز الامن العام. لابسين واقفين على الحاجز لابسين لبس امن عام. وين المكان بالضبط؟ بالسريان. بس يعني عند العوارض. عوارض للسريان. عم تعرضوا للضرب جوا؟ هكا شلون؟ وين؟ طب حسنتوا تعرفوا وين كنتوا كنا مسجونين؟ بالمركز حوالي اخر سجن عرفناه انه جنب حويله فروج عمار، هذا اللي عرفناه. كان في معنا عندنا واحد سجن معنا من مركزي. الشيخ مقصود. شو صار لك مسجون؟ من 20 رمضان. هلا كنت عم تذكر لي انت على انه كنت متوقف سابقا بفرع فلسطين. بال 2023 توقفت انا فرع فلسطين. نعم. بالهون حسب ما شفنا المعامله، يعني انا ما تغير علي روتين فرع فلسطين، لانه شفت نفس الاسلوب، يعني سجانين فرع فلسطين حسيتهم موجودين هون عندهم.